الأوريجينال بانك جانرا سايبر بانك. تصنيف السايبر بانك يمكن وصفه بجملتين: تكنولوجيا متقدمة، إنسان متدهور. قصص السايبر بانك بتقع في عالم حصل فيه تطور ضخم لتكنولوجيا الحواسيب والإنترنت والعوالم الرقمية والافتراضية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، اختراعات واكتشافات علمية مذهلة بتسهل حياة الإنسان من تقريبا كل النواحي، من أهمها طبعا السايبر وير اللي هو دمج أجهزة في جسم الإنسان لتحسين أدائه. علشان كده قصص السايبر بانك دي غالبا بتبقى مستقبلية، أحداثها في المستقبل، وده من أجل تبرير التطور العلمي والتكنولوجي ده. لكن السايبر بانك زي ما فيه تطور سيبراني عالي، فيه تدهور واضح في قيمة الإنسان أو أخلاقه أو سعادته أو رضاه. وبالرغم من إن ساعات قصص السايبر بانك ممكن يكون فيها حكومات مستبدة، إلا إنه غالبا القوة الشريرة فيها بتكون الشركات والمؤسسات الضخمة اللي بتستخدم نفوذها في السيطرة على الناس وتسليع البشر للاستحواذ على المزيد من القوة والثروة. بسبب طبيعة اعتماد الإنسان على الآلات والطبيعة الاستهلاكية المفرطة للمجتمع، الاستاتيكس أو التوجه الفني البصري لعوالم السايبر بانك غالبا بيميزوا افتقار شديد للمناظر الطبيعية زي الأشجار والأنهار واستبدالها بمباني عملاقة وأجهزة مضيئة بالنيون أو لافتات إعلانات ضخمة أو هولوجرامات في كل مكان. تصنيف السايبر بانك بوادره ظهرت من الستينات والسبعينات، علشان كده في عدد ضخم جدا جدا من الأعمال الفنية والترفيهية اللي بتتبع التصنيف ده.